ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهارده بقى هنعمل شويه سينابون رولز رهيبه بجد، بعجينه قطنيه وهشه وخفيفه وسكرها هادي جدا، يعني كده مهما ناكل منه ما بنزهقش. احلى حاجه لما بنعمله في البيت بنقدر نظبط السكر كده على حسب ذوقنا، لانه معظمنا بيبقى عايز ياكل سينابون رولز بس مش عايز يجيب من بره، لانه بيبقى فيه نسبه السكر فيه عاليه قوي. فالنهارده هنعمله بمقادير مظبوطه جدا وبصوص بقى رهيب بجد، احلى سينابون هتجربوه. لو اول مره تشوفوني انا مي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا. ويلا نبتدي. المقادير بتاعتنا النهارده هتطلع معانا 11 قطعه كده، شوفوا هي كبيره كده وضخمه، لكن مهما تاكلوا منها ما بتزهقوش. هنحتاج الاول 3 كوبايات ونص دقيق وعليهم رشه ملح كده، وهنحتاج كمان كوبايه حليب دافي. الكوبايه دي يعني بتاخد كوبايه ونص من الكوبايه المعياريه، عشان كده تلاقوها كوبايه شويه ناقصه شويه، لكن هي كوبايه معياريه اللي انا معايره بها دي. واحتاج كمان نص معلقه بيكنج باودر، وكمان بيضه بدرجه حراره الغرفه. اهم حاجه يكون الحليب دافي، وكمان البيضه بدرجه حراره الغرفه. وهنحتاج كمان معلقه كبيره سكر، وهنحتاج كمان نص كوبايه زبده بدرجه حراره الغرفه. كل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف بالجرامات والكوبايات كالعاده يعني. وهحتاج كمان معلقه كبيره خميره، ومعلقه لبن بودره. اللبن البودره ده بيدي طعم حلو قوي للعجينه، لو مش متوفر عادي مش شرط ان احنا نحطه. وهحتاج كمان كيس فانيليا، حوالي كده ربع معلقه صغيره فانيليا. لو مش متوفر الفانيليا بنستبدلها بمعلقه خل، منه بتقضي على رائحه زفاره البيض، وفي نفس الوقت بتدي هشاشه حلوه كده للعجينه. نبدأ بقى في العجينة. نحط الأول شوية كده من الحليب الدافي، مش هنحطها كلها، وندوب فيهم معلقة الخميرة ومعلقة السكر، وندوبهم كده لحد ما يدوبوا خالص. نبدأ ان احنا نحط البيضة بتاعتنا، اهم حاجة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وكمان هنحط كيس الفانيليا ونقلب تقليبة كده. خلاص قلبنا كده البيضة، نبدأ ان احنا نحط اللبن والبودرة بتاعنا على الدقيق، ونبدأ ان احنا ننخله. اهم حاجة بقى ما نحطش الدقيق كلته مرة واحدة، ولا اللبن كلته مرة واحدة زي ما احنا متعودين في العجينة، لان كل دقيقة عن دقيقة بيختلف في شرب السوائل يعني. فهحط كده حوالي 3 كوبايات، ونسيب نص كوباية كده على جنب. هنشوف العجينة هتحتاج معانا قد ايه. كده نخلنا الدقيق، نبدأ ان احنا نقلبه تقليبة كده، بعدين ننزل عليهم بقى بالزبدة. اهم حاجه تكون الزبده طريه كده زي ما انتوا شايفين، عشان تتعجن معانا كويس. لو هي جامده كده من التلاجة هتبدا تخرط كده في العجينه ومش هتتعجن معانا كويس، وهتلاقوا الكتل كده من الزبده في قلب العجينه. فاهم حاجه تكون طريه. نعجن بقى واحنا جنبنا بقت كوبايه الحليب جنبنا، وفي نفس الوقت جنبنا الدقيق. نشوف بقى نحتاج من انهي حاجه، يعني هنحتاج لبن هنحتاج دقيق هنحط، ونفضل نعجن كويس جدا لحد ما العجينه تسيب ايدينا كده، والطبق في نفس الوقت يبقى نضيف وحلو كده. نعجن شويه حلوين جدا زي ما انتوا شايفين كده، العجينه بدات ان هي تسيب ايدي. هفضل اعجن بقى، بعدين ابدا ان انا احطها في البوله بتاعتي واغطيها كويس جدا، واسيبها بقى تخمر على حسب بقى الجو بتاعكم عامل ازاي. انا بحط العجينه بتاعتي في قلب الميكرويف كده، في مكان بقى محكم كده، واسيبها تخمر براحتها. نبدأ بقى نعمل الحشوة بتاعتنا. نحتاج 3 معالق كبيرة سكر خشن عادي، وهنحتاج كمان معلقة قرفة كبيرة. مدى حبكم للسكر والقرفة بتحطوا هنا، مش شرط ان انتوا تتأيدوا بأي حاجة انا بعملها. وهحتاج كمان معلقة صغيرة اللي هو كاكاو الخام، او ممكن تستبدلوا معلقة الكاكاو الخام دي بمعلقة عسل اسود. واحتاج كمان نص كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة، حوالي كده معلقتين كبار. لو بالجرامات حوالي 100 جرام. نبدأ بقى نحطهم هنا. ما كانتش راضية تنزل من المعلقة وهنا يفضل ان انتوا تكونوا حاطين الزبدة تحت يم تحت، والسكر والقرفة يمت فوق، عشان تتعمل معجون بسرعة، ما تاخدش وقت معاكم. لكن هنا عشان انا كنت بوريكم المقادير السكر والقرفة، فحطيتهم هما تحت وحطيت الزبدة فوق. بنفضل بقى نعجن كده فيها، نقلب فيها لحد ما تبقى معجون كده. حابين ان انتوا بقى تدوبوا الزبدة وتعملوا طبقة زبدة، بعدين ترشوا السكر والقرفة عليها براحتكم، لكن ده بيبقى سهل.
ونعمل بقى صوص السينابون كده اللي احنا هنحطه عليه من بره، اللي هو من غيره بقى ده ما يبقى السينابون بقى. العشق كله في الصوص ده. هنحتاج نص كوبايه زبده تكون ضاريه بدرجه حراره الغرفه، اقلبها تقليبه كده، وبعدين انزل عليهم ب8 مثلثات جبنه. ممكن تستعملوا الجبنه الكيري او الجبنه اي نوع جبنه، لكن انا استعملت النهارده جبنه لافاشكري او مثلا جبنه ابو الولد، برضو طعمها جميل قوي، فاستعملوا اللي انتوا تحبوه. انا احتجت اللي هي العلبه الصغيره دي، اللي هما 8 مكعبات او 8 مثلثات. اقلبهم تقليبه كده، وكالعاده انا ببقى مضيقه على نفسي في الحاجه، انا معرفش ليه. وبعدين احط عليهم نص كوباية سكر، او على مدى حبكم للسكر. انا حطيت الاول نص، وبعدين دقتها لقيتها عايزة شوية سكر كمان، فحطيت كمان نص، فنحتاج كوباية سكر بودرة. وهنحتاج كمان كيسين فانيليا كده، او نص معلقة فانيليا سايلة اللي تحبه. نقلب تقليبة كده، وبعدين بعد ما يدوبوا كده ويختفوا نبدأ ان احنا نحط كمان نص كوباية تانية، زي ما قلت لكم ان انا دقته لقيته محتاج شوية سكر. ننزل كمان بقى بالنص كوباية تانية كده، كوباية كاملة، ونبدأ ان احنا نضربه بالمضرب الكهرباء او بالهاند بلندر اللي تحبوه. واحط كمان معلقتين حليب صغننين كده واقلبهم، لانه هنا يعتبر ان هو كريمة زبدة بالجبنة، كريمة زبدة. لكن احنا بقى عايزين نخليه طري شوية، فنبدأ نحط اللي هما المعلقتين اللي هما الحليب. ممكن بقى تزودوا شوية حليب عشان لو انتوا بتحبوه يعني خفيف شوية، براحتكم. لكن الصوص كده بقى مظبوط بالظبط، وطعمه جامد جدا. جربوا الطريقه دي بجد حلوه قوي. كده كمان العجينه بتاعتي خمرت، ابدا ان انا افرغ منها الهواء واحطها كده على الرخامه. هي طريه جدا 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 وحلوه قوي وناعمه كده ولذيذه. نظبطها بس كده، ونبدا بقى ان احنا نعملها مستطيل كده، ونفرد بقى. الفرد دي بقى على حسب انتوا بتحبوا الرول عامل ازاي، يعني طبقات القرفة والسكر عاملة ازاي، يعني قد ايه في الرول. كل ما بنفرد اكتر بنلاقي طبقات ان السكر والقرفة كده كتير في اللفة كده. لو انتوا مش حابين ان انتوا الطبقات تبقى كتير او مش فارق معاكوا يعني، بتعملوا بقى على الحجم السمك اللي انتوا تحبوه. اجيب بقى معجون الزبده والقرفه بتاعنا واقلبه تقليبه كده، وبعدين نبدا ان احنا نفرده كويس جدا. اهم حاجه الطرف اللي هو يمة الحيطه ده اللي احنا هنقفل بيه العجينه، ما نجيش يمته، عشان واحنا بنقفله يتقفل كويس. عشان لو احنا دهناه قوي، دهنا كل العجينه، لما نيجي نقفل يعني نقفل العجينه مش هترضى تتقفل، وهنلاقي بقى من بعد التخمير اتفتحت كده والرولاية كده او السينوبونية كده مش مظبوطة. ابدأ بكل سهولة، ابدأ ان انا اشيل كده واظبط وبلفه. سهل جدا وبسيط جدا وما بيلزقش ولا اي حاجة، والعجينة طرية وحلوة قوي. ابدأ اقفل كويس جدا بقى الحتة اللي انا قلت لكم عليها ان احنا ما نجيش عليها بالزبدة. لو كنا حاطين عليها زبدة ما كانتش هتتقفل. ابدا ان انا اظبط بقى الرول بتاعي كده واسويه كده واظبطه، بعدين ابدا ان انا اقطعه. حابين بقى ان انتوا تقطعوه بخيط بسكينه باي حاجه متوفره بتقطعوه، ويبقى انا بقطع كده وما عنديش اي مشكله، بتتقطع سهله وبظبطها كده. بعدين ابدا ان انا احطه في الصينيه بتاعتي مدهونه دهنه زبده، وابطط عليه كده تبطيطه صغنونه كده، يعني ضغطه واحده بس، واخلص بقى الكميه بتاعتي كلها. وفي كل مره بقطع فيها ببدا ان انا امسح، عشان ما يبقاش العجينة من بره فيها قرفة وسكر وكده. خلصت بقى الكمية بتاعتي كلها وطلعوا معايا 11 واحدة. اغطيهم بقى كويس واسيبهم يخمروا. شوفوا هم كده شكلهم قبل التخمير وكده بقى بعد التخمير. وبعدين اول ما يوصلوا حجمهم يتضاعف مرة كده، ابدأ ان انا ادخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 180. انا مسخنة الفرن قبل كده درجة الحرارة 180، وفي الرف اللي هو الوسطاني، والنار بس شغالة من تحت. وأول ما خلاص يستوى بقى ويخش في السوا كده، أبدأ إن أنا كل شوية أقلبه كده، يعني أدور الصينية بتاعتي عشان تستوى من كل حتة، وفي نفس الوقت بتاخد لها لون من كل حتة. ولو حبينا ان احنا نشغل الشواية بنشغلها. انا بحب اخد اللون ده قوي اول ما بيطلع.
بتركنوه بقى لما يبرد شويه، وبعدين نبدا ان احنا نزينه. حسيته ان هو مثلا نشف شويه، بتغطوه بكيس بلاستيك بيبقى محافظ على طراوته وجميل. كده بقى شكل السينابون بتاعنا، دي ان هو طري بقى وهش وخفيف، يعني حجم الواحدة كده مش موجودة في ايديا، يعني خفيف قوي. بقى ان احنا نحط عليه الصوص بتاعنا الجميل، الكريمة بتاعتنا الحلوة دي، طعمها حلو قوي. وكتروا بقى، كتروا قوي يعني. هنا بقى تقدروا ان انتوا تحطوا يا اما صوص كراميل يا اما صوص شوكولاتة، اي حاجة انتوا بتحبوه. انا استكفيت بس بشوية عين الجمل كده محمصاهم، وكده انا بحبه كده. انا ما بحبش عليه لا صوص كراميل ولا صوص شوكولاتة، انا بحبه كده هادي كده وحلو وجميل، عشان اكل منه براحتي. نبدأ بقى ان كمان نزين بقية الكمية بتاعتنا كلها نحط عليها، وقد ايه بقى ان هو جميل قوي وحلو وفظيع كده، وخلص على طول. شوفوا بقى قد ايه ان هي هشة وطرية وخفيفة كده يعني. شوفوا قد ايه ان هي بتتقطع كده بسهولة وخفيفة وجميلة. ودي بقى احلى حتة في السينابون كله، اللي بتبقى مليانة قرفة وزبدة كده، بتبقى طعمها حلو قوي. انا واحدة بحب اكل السينابون كده بايديا، بس هاكل تاني بالشوكة والسكينة. يا جماعة الحاجات دي ما تتاكلش بالشوكة والسكينة، الحاجات دي بتتاكل كده بالايد كده، تحسوا بطعمها لما بتتاكل بالايد. قطمة ورا قطمة ورا قطمة ورا واحدة ورا واحدة. وكده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي. ودي بقى كانت ردة فعل بنتي، قد ايه بقى ان هي عجبها قوي، وقعدت كل شوية تقول واو يا ماما واو. ويلا باي باي.